السلام عليكم. عربيتي اتدمرت للاسف، انا كنت السبب. بغلطه صغيره مني بوظت كل حاجه، ودايما اسمع باب النجار مخلع، بس اول مره اشوفه. تعال نعرف ايه اللي حصل. وحدو كريتي وانا ماشي بالعربيه عادي جدا، مفيش اي مشكله. مره واحده العربيه بطلت. تيجي هنا بقى الثقه الزياده، للاسف يعني الثقه الزياده بتاعت الواحد، لان دي غلطه صغيره خالص وزعلتني في كتير قوي ودفعتني كتير قوي. قمت مدور تاني، ولكن انا متعلم ودايما بقول للناس ان لما عربيتك تبطل ليك مره واحده بس تدور سنه كده بس. دارت ما دارتش خلاص ما تدورش تاني، لان هيبقى 90% سير الكاتينه اتقطع. سير الكاتينه لما يتقطع وحضرتك تدور تاني مره، في الثانيه، في الثالثه، انت دمرت المكنه. اول حاجه الصوابات هتتكسر، لو فضلت تكمل هتخش على البساتم تكسرها وهتدمر المكنه كلها. ولكن انا ايه اللي خلى الغرور ياخد الواحد ان هو يدور وما يفرقش معاه؟ ان انا مغير سير الكاتينه في ميعاده. يعني ميعاده السير يمشي 50,000، كنت لسه في اول 15,000، فاللي هو لا طبعا سير الكاتينه ما قطعش، فانا هدور عادي وانا مطمن ان سير الكاتينه ما قطعش. ولكن للاسف بقى الكارثه الكبرى ان هو سير الكاتينه قطع. هتقول لي قطع يعني مضروب؟ لا مش مضروب، سليم. ولكن اللي حصل ان الشداد والسوسته خرجوا من مكانهم. الشداد والسوسته دول بيبقوا ماسكين المجموعه اللي بتلف. على فكره سير الكاتينه هنا كاوتش مش جنزير، هو اللي بيقطع. في الحالات دي احنا كاوتش. فالشداد بالسوسته خرجوا من مكانهم. اما خرجوا من مكانهم الدنيا باظت طبعا، السير اتقطع، فادى ان العربيه بطلت منه. ولكن ثقه زياده للاسف، فقمت مدور التدويره ما دارتش. يعني دورت ما دارتش، خلاص قلت لا كده بقى لحسن يكون سير الكاتينه. قمت بطل ونازل فاتح وجايب العده وفاتح، بصيت لقيت سير الكاتينه اتقطع. طبعا في الحاله دي العربيه مش هتمشي. جبت حد من صحابي شدني وداني للميكانيكي، بشكره يعني، هو بيتفرج على الفيديو، غصب عنك يعني هتشدني. وداني للميكانيكي و طبعا ايه اللي حصل بقى؟ غيرنا سير. اول حاجه بتغير سير كاتينه وتجرب تشوف العربيه ربنا يستر معاك وتدور ولا العربيه اتدمرت. فجربنا ما دارتش للاسف. طبعا العربيه بتقعد تتلت منك كده، فمعنى كده ان الاصطبابات مش محكومه، اتكسرت، فبتدخل هواء فالعربيه بتتلت، فالعربيه مش مظبوطه. فطبعا ايه اللي حصل بقى؟ ان احنا فكينا الموتور ووديناه المخرطه وغيرنا طقم صبابات وجوانات صبابات وغيرنا طقم الكاتينه والشداد، ودخلنا في مبلغ كبير جدا بسبب غلطه. ان انا عندي ثقه ان سير الكاتينه سليم. وعلى فكره ولو ما كنتش دورت، هو لو ربنا مقدر لك انك نصيبك هتلبس في اللبسه دي، فهي الحمد لله نصيبك وفادتك من حاجه تانية. فالفيديو ده انا يعني كان لازم اعمله واقول لك، لو حضرتك ماشي على الطريق ماشي طبيعي جدا ومره واحده لقيت عربيتك بطلت يعني ايه؟ يعني انت اكنك مسكت المفتاح وقمت عامله كده مبطله وهي ماشيه، فتلاقي العربيه بطلت ومفيش كل حاجه في العربيه وقفت. فاوعى تغلط غلطتي وتقوم عامل كده مدور تاني. اهدى الاول وافتح الكبوت وبص الاول على سير الكاتينه. لو لقيته اتقطع ما تتحركش خلاص. لو لقيت السير سليم مفيش مشكله، دورت بقى تاني تالت. طالما السير سليم والمجموعه دي سليمه فخلاص انت ما عندكش كده مشكله. وطبعا اخواتنا البنات اللي بيتفرجوا علينا لو مش عارفين حاجه في الموضوع ده، فانت اول حاجه اعرفي عربيتك دي جنزير ولا كاوتش. سير الكاتينه عندك جنزير خلاص ريح دماغك، يعني حالات نادره اللي بيحصل فيها حاجه في الجنزير، ما بيتقطعش الحمد لله. لو كاوتش يبقى انت عارفه الميكانيكي بتاعك، وكل سير كاتينه لو سير اصلي ممكن يمشي ل 60,000 كيلو، لو سير هاي كوبي بيمشي 40,000، لو سير كسكسي من اللي معروفين دول بيمشي 10,000 ويتقطع منك في وسط الطريق وبيسوحك. فانت تبقى مراجع كل مؤيد. طبعا انت غيرت النهارده سير كاتينه اصلي، يبقى ده بيمشي 60، يبقى 45 50 اغيره عشان تطمن وما تقعش نفس الوقعه اللي انا وقعت فيها. ده كان فيديو سريع، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل شير ولايك وكومنت وسيب لي رايك في الموضوع، وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك وينفع غيرك. يلا سلام عليكم.